السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. مما لا شك فيه أنه مرحلة الشباب والمرحلة العمرية تعتبر من المراحل الهامة في حياة الإنسان، والعلماء تقريبا منهم من يرى أنه تبدأ هذه المرحلة العمرية من عمر 13 وحتى 25، ومنهم من يرى من 15 وحتى 30 إلى حتى 35 عاماً. هذه المرحلة العمرية تعتبر من أهم المراحل اللي تشكل فيها اللي هي النضج العقلي والاجتماعي والنفسي، وهي مرحلة العطاء، مرحلة الحيوية، مرحلة الديناميكية، مرحلة التضحية، مرحلة الحرية وإثبات الذات. هذه المرحلة يمكن اليوم نتحدث عنها. ما هي سمات هذه المرحلة العمرية؟ ولماذا هذه المرحلة مهمة جداً في بناء المجتمع، في بناء الأمة؟ المجتمع والأمة تنهض بشبابها، وتعتبر الثروة اللي هي البشرية خاصة فئة الشباب تعتبر هي من أهم الثروات، وتعتبر الدولة اللي يكون فيها نسبة الشباب عالية جدا تكون دولة منتجة، دولة معطاء، دولة فيها الكثير من المقدرات وكثير من الإنجازات. ما هي سمات هذه المرحلة؟ لأنه نحن تحدثنا أن هذه المرحلة تعتبر هي أساس في بناء الأمة في مختلف مراحلها. تعتبر هذه المرحلة تقريبا لها سمات معينة. في هذه المرحلة تجد أن الشاب والشابة يميل إلا للانتماء لمجموعة، هذه المجموعة يعني يعطيها وتعطيه، يشعر بالانتماء لمجموعة. إذا كانت هذه المجموعة مجموعة اجتماعية يكون يعني ممكن نلاحظ كثير من الشباب يعني يكون عنده الانتماء القوي للأصدقاء في النادي، في جمعيات معينة، في منظمات وهكذا يعني. ولذلك كثير من للأسف كثير من اللي هي المنظمات الإرهابية وغيرها تصطاد الشاب أو تحاول يعني تشكل شخصية الشاب، لأن هذه المرحلة مرحلة التشكيل، مرحلة التغيير، مرحلة اللي زي ما ذكرت مرحلة العطاء والحركة، مرحلة التضحية، مرحلة الشعور بالحرية. هذه كل السمات هذه المرحلة. يشعر أن الشاب يبدأ يثبت ذاته، يريد أن يعني يقول يعني أنه يتحرر من كل السلطة، يعني يثبت ذاته، يثبت شخصيته، يثبت كيانه. هذه سمات هذه المرحلة، وتجد فيها اللي يبدأ يعني الشعور بالاستقلالية، أن يبدأ الشاب يستقل عن أسرته، يبدأ يكون شخصيته، يكون كيانه الخاص به. من سمات هذه المرحلة كذلك اللي هي يكون فيها المثالية العالية، يكون الشاب دائما ونلاحظ في كثير من المناقشاتنا بالنسبة للشباب في هذه المرحلة أنه دائما يعني ينتقد الأنظمة، دائما يكون عنده رأيه ويتحمس لهذا الرأي، وعنده الاستعداد وعنده المقدرة لبذل الغالي والنفيس، وأنه يضحي من أجل ما يقتنع فيه وينتمي إليه. كذلك هذه المرحلة تعتبر هي مرحلة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، يعني سريع الشاب والشابة أنه يستجيب للمتغيرات. ونلاحظ يمكن من خلال هذه الوسائل التواصل أنه كيف الشاب يتأثر يعني سريع جدا بما يسمعه وبما يراه في هذه الوسائل. كذلك هذه مرحلة من سماتها التفكير في الخيارات الحياة في المستقبل. يبدأ الشاب والشابة تفكر في مستقبل، في اللي هي الارتباط بشريك الحياة، في تكوين أسرة، التفكير في العمل، التفكير في الدراسة، التفكير في بناء الشخصية وبناء اللي هي الإنجازات الخاصة به، حتى في بناء ثروته. ونلاحظ إنه كثير من الشباب في هذه المرحلة من كثرة التفكير في بناء يعني اللي هي المستقبل والحياة الخاصة به،
نجد أنه كثير من الشباب الآن يقامر أنه يعني يخرج إلى أوروبا، ويعني يتعرض لكثير من المشاكل في عبوره، إذا كان عبر الصحراء أو عبر البحار، وذلك من أجل إثبات أنه يبدأ يكون ذاته. أنا يعني يمكن كثير من الأقارب والأهل الشباب اللي أعرفهم كل ما أتحدث معهم لماذا لا تكون نفسك في البيئة أو في البلد اللي أنت فيه، يقول لي إنها لحياة طويلة. أنا لو جلست أفضل لي إنه أنا أهاجر، أفضل لي إنه أنا حيكون أبحث عن الرفاهية، أبحث عن المستقبل أفضل لأبنائي. وهذا ما دفع الشاب إنه يبحث عن الحياة الأفضل، ونجده يعني يغامر بحياتي وحياة أسرتي. هذه لأن طبيعة الحياة هكذا. إذا لم تتوفر للشاب بيئة آمنة، إذا لم تتوفر للشاب البيئة اللي يحقق فيها أحلامه، يحقق فيها كل إمكانياته، والوطن والبلد يستفيد من إمكانيات هذا الشاب. هذه هي كل السمات هذه المرحلة. إذا كانت الشاب أو الشاب يمتازوا بهذه السمات وبهذه الصفات اللي أنا ذكرتها. الآن نأتي ما هي فئة الشباب؟ يعني يمكن الشباب أنا قسمتهم ل3 أنواع من الشباب، 3 فئة من الشباب. أول النوع الأول، الفئة الأولى اللي هي فئة اللي هي لها خبرة، شاب يتمتع بعلم وبثقافة وبخبرة. هذا الشاب يكون يعني له من المقدرات ومن الإمكانيات، ويكون هذه الفئة من الشباب استفاد من إمكانيات، استفاد من كل ما لديه من الظروف المحيطة الداعمة. فئة أخرى يمكن تشبه هذه الفئة، فئة يعني تمتلك من العلم والثقافة والوعي والخبرة والإمكانيات، لكن فئة خاملة لا تحرك ساكنا. يعني هذه الفئة رغم ما عندها من الإمكانيات، لكن فئة خاملة غير منتجة، يعني غير معطاء، وهذه كأنه مواد خامة موجودة. يعني نأتي للفئة الثالثة اللي هي المجموعة الثالثة من نوعية الشباب، هي الفئة التابعة. هذه الفئة اللي تكون إمعة، إن أحسنوا الناس أحسن وإن أساءوا. فيكون هذه الفئة من الشباب يعني دائما تابع للرأي، يعني تابع لأي شخص آخر، ما يكون عنده رأيه الخاص به، ما يكون عنده طموحه، ما يكون فقط يعني ممكن يعني أي مجموعة تستاد هذا النوع من الشباب. هذه الفئات اللي تكون لماذا نحن يمكن أصبحت هذه التشكيلات، يعني كل فئة لها أسبابها. يعني من اللي شكل شخصية هذا الشاب يعني تكون كلها نتيجة لعوامل البيئة، عوامل التنشئة، البيئة المحيطة بهذا الشاب. ولذلك نجد أنه الفئة اللي هي الفئة المثقفة اللي أتيحت لها فرصة التعليم، فرصة البيئة الداعمة، استطاع يكون هؤلاء هم قادات المستقبل. هؤلاء اللي هم نجدهم نحن في المقدمة في أي مكان في أي دولة، نجد هذه الفئة اللي يكون منوط بها التغيير نحو الأفضل في كل المجتمعات. هذه 3 الفئات من الشباب نجدها في مجتمعنا. وصلنا لختام حلقتنا بهذه المعلومات. إن شاء الله يعني نواصل في الحلقة القادمة ما هي مشكلات الشباب، ما هي التحديات التي تواجه الشباب. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.